أعزائي متابعيني أهلا بيكم. النهارده أنا هتكلم مع حضراتكم على الفن التشكيلي والفنانين اللي بترسم كتير ومش عارفة إن هي تسوق أو توصل للمهتم بالأعمال الفنية باللوح بتاعتها. علشان كده النهارده أنا خصصت موضوع النهارده للفنانين اللي بيبعتولي كتير. يمكن يوميا بيجي لي رسائل من الفنانين وبيشتكوا ان هم مش عارفين يعني يبيعوا الاعمال الفنيه بتاعتهم. عايز يعني هو اقول عده نصايح، ومنهم موضوع انك تشتغل على نفسك وتسوق. ده موضوع مهم جدا، موضوع انك تجاري العصر وتعمل اللي الناس عايزاه. ومهم جدا ان انت تشتغل باحساسك في الاعمال الفنيه. سيب نفسك، يعني بلاش تتقيد. وبعدين انا ملاحظ ان فنانين كتير جدا للاسف الشديد بيجيبوا لوح قديمه او لوح من اعمال يعني من فنانين اخرين، ويبدا ينسخها وينسبها لنفسه ويبيعها. طبعا يعني انا شخصيا مثلا لو اعطاني لوحه في بيتي، ما احبش ان انا اخد لوحه تكون منقوله او متكرره في اماكن كتير. فعلشان كده دايما بقول للفنانين اشتغل بنفسك ولنفسك، وبلاش تنقل من غيرك، وسيب احساسك للوحه. علشان العميل دايما بيشتري اللوحه الفنيه باحساسه، بيحس بالفنان اذا كان هو فعلا يعني اشتغل في اللوحه باحساسه ولا قاعد يفكر او نقل اللوحه. طبعا موضوع النقل ده شيء مرفوض تماما، لان انا زي ما قلت لحضراتكم يعني انا مش هاخد لوحه تكون متكرره في كل بيت. فاشتغل. من ضمن الناس طبعا اللي بيبعتوا لي وعايزين اني اسوق او بيسالوا ازاي نسوق اللوح بتاعتنا، انا بقول لهم كتير جدا اعمالكم حلوه، اعمالكم جميله، بس بلاش من فضلكم ان انتوا تنقلوا من لوح فنانين اخرين، علشان يبان الحس الفني ويبان روحك في اللوحه ويبان المجهود اللي بتعمله. في نهايه لقائي انا بتمنى لكل الفنانين التوفيق، واشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء. تحياتي، اشرف شندي.